الحقوا يا جماعه، لقينا ايه النهارده؟ لقينا العصفوره الصغيره دي واقعه في الشارع، فحبينا ناخدها وننقذها. شكلها حلو قوي بجد، فطبعا محتاجه سرنجه واكل، فيلا ننزل نشتريها السرنجه والاكل. يلا بينا. وبكده بقى جبنا السرنجه وجبنا السريلاك، ويلا بينا بقى نروح ناكلها. وجبت الاكاله دي وحطيت جواها مناديل كانها عيش يعني تنام جواه، وقلت بقى احضر لها الاكل عشان تاكل. جبنا معلقه سريلاك وحطيناها في الطبق، وجبنا ميه دافيه وعملناها عليه، وقعدنا نقلبه لغايه ما وصل للقوام ده. وكده الاكل جاهز. ناخد بالحقنه بقى ونقعد نحط لها الحقنه عند بقها كده عشان تفتح بقها. وابتديت اكلها وانا اللي فتحت بقها، عشان هي مرحله انها تفتح بقها دلوقتي دي صعبه عشان مش واخده عليا. طبعا انا هاكلها كل شويه حاجه بسيطه عشان ما يحصلهاش حاجه في ايدي، عشان ما تفطس. بصوا يا جماعه شكلها عامل ازاي وصغيره قوي ازاي، شكلها حلو قوي. ادخلها تنام بقى، يلا تصبحي على خير يا زعروره. انا بجد خايف انها يحصل لها حاجه وهي معايا واشيل ذنبها، بس في نفس الوقت هم لقوها في الشارع وبعتوها لي يعني يمين شمال كانت هتتاكل من قطه او هيتداس عليها او اي حاجه، بس انا يعني هحاول اراعيها واوريكم في الاخر هيبقى شكلها عامل ازاي، ويا رب تكون هتعيش. فاتمنى ان هي تعيش عشان اوريكم شكلها في الاخر هيبقى عامل ازاي. وهنا بقى كنت عايز اوريكم طريقه التاكيل عامله ازاي، بس الاضاءه كانت مش حلوه وكل حاجه كانتش مساعداني. وبرده هنا كنت عايز اكلها واوريكم، بس ما كنتش عارف اصور واكل في نفس الوقت، فاكلتها وقلت بقى ايه اروح انيمها. باي زعروره. طبعا بقى الزعروره الشبر وربع دي كل ما انيمها جوه الاقيها طالعه بره ونايمه بره، مش عارف ليه بتعمل كده بجد، تعبتني معاها. ما تنامي هنا يا بنتي بقى، زهقتيني. وطبعا احلى حاجه ان هي عملت بيبي وعرفتني ان الاكل شغال معاها. اليوم التاني بقى اللي مستنيني المفاجأة الجامدة دي يا جماعة، لقيتها بتفتح لي بقها لوحده وكانت جعانة جدا. بص بدأت تفتح بقها، ودي أكتر حاجة بسطتني بجد، ومن كتر الفرحة أنا كنت هرقص، بس أنا رقصت فعلا. بصوا بتاكل ازاي، سبحان الله. لا بجد دي أكتر حاجة بسطتني وكنت مبسوط قوي بجد. إيه الانبساط اللي أنا كنت فيه ده. أخيرا يا زعرورة بقيت تفتحي بقك لوحدك. شالت من على قلبي هم ان انا افتح بقها لوحدي وخايف ان انا اكسر بقها، فالحمد لله هي فتحته لوحدها وبدات تاكل لوحدها، فدي اكتر حاجه بسطتني. بعد ما كلت بقى اطمنت عليها لقيتها كويسه الحمد لله، بس كان الجو برد قوي الايام دي، فانا حاولت ان انا ادفيها. بس جه بقى تاني يوم حصل ان خالتي كانت بتعمل عمليه، فرحت بقى معاها وانشغلت مع خالته، بس حاولت لقد ما اقدر ان انا اكلها قبل ما انزل اروح العمليه. بس رجعت لقيتها ميته، بس انا ما اتاخرتش يعني عليها كتير، بس لقيتها ميته من البرد، لان المكان برضو ما كانش مهيأ ليها قوي. بس الحمد لله يكفيني شرف المحاوله ان انا حاولت ان انا امنعها انها تداس عليها في الشارع او عربيه تدوس عليها او اي قطه كانت تاكلها او ايا كان ايه اللي يحصل. بس يعني غصب عننا ان احنا يعني يحصل في العصفوره كده، واكيد حاجه مش حلوه. انا مش مبسوط من اللي حصل، فالحمد لله على كل شيء.